السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء، مرحبا بكم في برنامجكم اللطيف يحكى أن. حكايتنا اليوم عن الولد الكذاب. كان يا ما كان في قديم الزمان ولد اسمه شهاب، وكان يعيش مع أسرته في بيت جميل قرب شاطئ البحر في أمن وأمان. لكن صاحبنا كان عنده عيب كبير وخطير. ما هو العيب يا أصدقاؤنا؟ العيب هو كان كثير الكذب. لكن دائما كانت تحذره أمه من الكذب، ولكنه للأسف لا يسمع كلامها ويكذب كل مرة. وكان كلما يكتشفون أنه كذب يحاول أنه يفتش عن طريقة جديدة عشان يكذب. وفي يوم من الأيام كان يريد شهاب أن يعوم في البحر مع أصدقائه، فاستأذن من أمه أعطته الإذن، لكن بشرط ألا يسبح في أماكن بعيدة وأن يسبح فقط مع أصحابه قرب الشاطئ. مشى صاحبنا إلى البحر، وعندما كان يريد أن يدخل إلى البحر جاءته فكرة إجرامية. الفكرة الإجرامية المقصود منها هو أن يكذب على الناس ويسخر منهم. فدخل إلى ماء البحر وكان يسبح بعمق، فقال بصوت أعلى، يعني بأعلى صوت لديه، قال: أنقذوني أنقذوني أنا أغرق. أسرع كل الناس عشان ينقذوه، ولكن عندما تقربوا منه بدأ بالضحك عليهم وقال: ها 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 ها، ضحكت عليكم، ها 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 ها. فغضب الناس منه وابتعدوا عنه، وقال أحدهم: يا له من ولد كذاب. وعاد الناس إلى الاستمتاع بمياه البحر، وكل الناس ابتعدوا عن صاحبنا الكذاب. أما صاحبنا شهاب فقد واصل الاستهزاء والضحك على الناس لأنه خدعهم. وقرر أن يكرر هذه الحركة مرة أخرى. وبعد مدة قصيرة، يعني بعد وقت شوية، نص ساعة زي كذا، قال لهم: أنقذوني 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 أنا أغرق. فأسرع الناس إليه حتى ينقذوه من الغرق. فلما وصلوا إليه وأخرجوه من ماء البحر بدأ بالسخرية منهم مرة أخرى وقال: ها 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 ها، لقد ضحكت عليكم بالمرة الثانية. وبالمناسبة يا عبد السلام، ضحك عليهم وقال لهم: ها 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 ها، ضحكت عليكم مرة أخرى أيها الأغبياء. أصدقاؤنا الأعزاء، سنواصل في حكايتنا هذه ولكن بعد فاصل قصير، انتظرونا. لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. مرحبا بكم أصدقائنا بعد الفاصل القصير، ومرحبا مجددا موفق. أهلا عبد السلام، وأهلا بكم أنتم. هل نواصل الحكاية يا عبد السلام؟ نعم يا موفق، ما الذي حدث مع الولد الكذاب شهاب؟ لقد واصل في خدعته أكثر من مرة، وكان يمثل بأنه يغرق ويضحك عليهم لأنهم كانوا يأتون لمساعدته. فأصبح الناس يسمونه بشهاب الكذاب، والذي للأسف أعجبه الاسم جدا جدا. لكن في مرة من المرات أراد شهاب أن يعوم في البحر، فجاءت موجة عالية جدا جدا وأخذته بعيدا عن الشاطئ. وبدأ الماء يدخل في صاحبنا من فمه وأنفه. وعندما أحس بأنه يغرق جدا جدا، يغرق يعني من جد، حس أنه خلاص فعلا غرق، مو بيمثل زي قبل شوية، يعني حس كذا، قال بصوت عالي: أنقذوني أنقذوني أنقذوني. وكان الماء يدخل من فمه وأنفه، وكان صاحبنا يصارع الماء بكلتا يديه. لكن المفاجأة كانت ردة فعل الناس من حوله يا موفق.
نعم، ظنوه يمزح مثل كل مرة، ولكن في هذه المرة لم يأتي أحد لينقذه. وظل شهاب يصرخ بأعلى صوته ويضرب المياه بكلتا يديه دون أي فائدة. حتى أصدقاؤه الذين كانوا حوله كانوا لا يهتمون به، وكانوا يظنوه يكذب عليهم مثل كل مرة. لكن كان في واحد كذا واقف بين الشاطئ كذا يشوف أمواج الماء كذا، أمواج البحر طالع كذا فوق، طالع كذا بتجي على الولد، ويحسب يعني هذه مو خدعة يعني. فقال يعني كيف هذا؟ كيف هذه أكيد مستحيل إن يكون يخدعهم لأن أمواج قوية وعالية. فإذا به يشاهد صاحبنا شهاب وهو يغرق، فينط ويساعده. وينقذه من الغرق. وكان نايم، يعني مو نايم، أغمى عليه، يعني خلاص دخل موية في خشمه ودخل فمه، يعني خلاص يعني داخ وأغمى عليه. فطلع من الشاطئ وحطه في الأرض. عندها عرف الناس أنه لم يكن يمزح. بس يعني من جد هذه مرة كان يعني قاعد يغرق، يعني ما كان يمثل زي المرات السابقة. وعندما استيقظ شهاب وجد أصدقاءه والناس حوله. ينظرون إليه بشفقة وعطف، يعني يطالعون فيه، شفقوا عليه ورحموه، يعني خلاص كان يمثل عليهم بس الحين ما مثل عليهم يعني. أما هو فبعد أن صحي ذهب واعتذر من كل أصدقائه والناس الذين كانوا حوله. وقال: أنا آسف على كل ما فعلته، لن أكذب بعد اليوم أبدا. يبدو بأنه تعلم درسا لن ينساه طيلة حياته. ونفهم من هذه الحكاية يا أصدقائي وأحبابي أن عواقب الكذب سيئة جدا، فبسببه صديقنا شهاب كاد أن يغرق. ونفهم أيضا يا أصدقائي وأحبائي أننا يجب أن نساعد المساكين والمحتاجين في أي وقت، ولو يعني ما كان عندنا أو نستطاع. لكن ماذا استفدتم أنتم من هذه الحكاية؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وفي الختام أصدقائي وأحبائي، سنعود لكم في حلقة جديدة بقصص شيقة وجميلة وحلقات ودروس ممتعة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. لا لا